نحييكم ونرحب بكم، نقدم لكم أهم الأخبار وأحدث المستجدات. يسعدنا مشاهدينا أن نقدم لكم ضيفنا في الاستوديو، ونرحب بالكاتب الصحفي حسن بديع. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. كل سنة وحضرتك وانت طيب. طيبة والسادة في المشاهدين أول طيبين. دقيقة من يوم الخلاص في تاريخ الأمة المصرية 3 واسترداد الهوية المصرية 3 يوليو. كل سنة وحضرتك وانت طيب. طيبة. النهارده ان شاء الله اخبارنا بخصوص 3 إن يوليو. شاء الله. وخلينا مشاهدينا نبدا معاكم اول خبر واهم اخبارنا عبر تاريخ الوطن. شهدت مصر احداثا فاصله اتخذت فيها القوات المسلحه مواقف حاسمه حفظت البلاد من مخاطر الفتن والانقسام بين المصريين. من ابرز هذه المواقف بيان القياده العامه للقوات المسلحه في الثالث من يوليو عام 2013. ذلك البيان الذي لبى مطالب ثورة 30 من يونيو وحدد خارطة الطريق لاستقرار البلاد واستشراق آفاق التنمية. تاريخي وعلى اليوم 3 يوليو، اليوم الفارق في تاريخ الدولة المصرية، اليوم اللي استردت فيه الدولة المصرية هويتها من جماعة حبت أن يكون في نفق مظلم، يعني دخل مصر لنفق مظلم، لكن من يومها استرد المصريين بلدهم هويتهم. خرجنا من هذا النفق إلى البناء والتنمية مرة أخرى وانطلاقة التغيير بشكل كبير. كل سنة وحضرتك طيب مرة أخرى. يمكن هذا اليوم أكيد كلنا كنا في الشارع، وأنا كنت كمان في الشارع كلنا. فاكرة هذا البيان كويس، كان فعلا الخلاص، بيان الخلاص صحيح. للحفاظ على الهوية. ويمكن لو تديني دقيقة أقول لك أنا كنت في الشارع ليه. اتفضلي. لأني كنت شاهد، أنا من الأقصر، وكنت شاهد عيان على حادثة حتشبسوت لما كنت طفلة. وفي هذه الأيام وقبل 30 يونيو كان قرار من الجماعة الإرهابية بتعيين محافظ للأقصر من المخططين لحادثة حتشبسوت. وانطلقت أهالي الأقصر مقيمين أمام المحافظة وحلفوا أن هذا المحافظ مش هيدخل المحافظة حتى لحظة هذا البيان. صحيح. ده أنا ذكرياتي مع ده موقف تاريخي وعظيم لشعب الأقصر وللشعب المصري طبعا كله. زي شعب مصر. وهو شعبنا لقن الجماعات الإرهابية، مش الجماعة الإرهابية بس، الجماعات الإرهابية كلها لقنهم في تقديري درسا تاريخيا لم يحدث من قبل، وعلم عليهم علامة فارقة أعتقد بمثابة ضربة قاضية خلصت عليهم. لأن هذه الجماعات حصل صدامات بينها وبين السلطة في مصر في مراحل تاريخية مختلفة. حصل صدام في أواخر الأربعينات مع سلطة الملك، حصل صدام بينها وبين مجلس قيادة ثورة 23 يوليو في سنة 54، حصل صدام رهيب في سنة 1965 لكن وانتهت طبعا بانتصار السلطة الوطنية سلطة الثورة في ذلك الوقت على هذه الجماعة الإرهابية. لكن كل هذه الصدمات كانت بين السلطة في مصر، سواء سلطة الملك أو السلطة الوطنية اللي اتحكمت مصر بعد ثورة 23 يوليو 52، وبين الجماعة الإرهابية. لكن أهمية 30 يونيو و3 يوليو أنها كان من الشعب. لم تكن هناك السلطة تتصادم معه، سواء سلطة حاكمة أو سلطة وطنية، وإنما كان الصدام مع الشعب والدرس من الشعب والضربة من الشعب. هذا هو الجديد تماما والغير مسبوق. وقدم الشعب المصري العظيم نموذجا رائعا يحتذى به ويدرس في كتب التاريخ، ويكون بمثابة تجربة حية ومعلم طبيعي لكل الشعوب في العالم اللي عايزة تنتفض وتتصدى لحكم الجماعات الإرهابية أيا كان. فعظمة ما حدث في 3 يوليو وبداية الأحداث من 30 يونيو إلى 3 يوليو تكمن في أن المعركة كانت لها طرفين، الجماعات الإرهابية في جانب والشعب المصري في جانب آخر. وبالتالي دي عظمة وسر هذه المعركة العبقرية الجديدة من نوعها، الأولى من نوعها التي لم يسبق لها مثيل. بعد كده جه دور القوات المسلحة كعادتها انها دور داعم للشعب، هي منحازة دائما للشعب في كل الأزمات والمشاكل،
منذ أن وجدت هي قوات الشعب المسلحة ومنحازة له دائما، وقامت بمسؤوليتها التاريخية في حقن الدماء وفي أن هي تنهي الأزمة التي كانت تؤدي بالبلاد. تسليم السلطة بشكل سلس لرئيس المحكمة الدستورية طبعا، بالضبط. يعني طبعا الحفاظ على الاستقلال والأمن والأمان واستقرار بالضبط. كمان بشكل ولكن العظمة في تقديري في رأيي الشخصي إنها تكمن في تحريك ولأول مرة 33 مليون نسمة اتحركوا بشكل تلقائي بدون توجيه من أحد، بدون جهة منظمة أصلا نظمتهم، ومفيش جهة في مصر تقدر تنظم 33 مليون على فكرة. في كل على فكرة يعني مفيش مستحيل. جهة نهائي. ولم يحدث او مشابه. حصل زمان في يونيو 67 لما خرجت الجماهير في 19 يونيو، لكن مش بالشكل ده. لا، المره دي 33 كانت مليون حقيقيه بشكل كبير. بالضبط. خارجه من حب البلد. ايوه. وبالتالي ده الحدث ده يكمن، يعني عظمته تكمن في هذا الامر. ايضا اهميه 30 يونيو و3 يوليو انها اوقفت المشروع الارهابي مش في مصر بس، ده في الوطن العربي كله. كانت دي البدايه. عشان كده حضرتك قلت نقطة مهمة، قلت في كل التواريخ اللي فاتت كانت القصة ما بين الجماعة والسلطة، عشان كده قالوا ان 30 يونيو هي النهاية لهذه الجماعة. بالضبط. الأجمل من كده ان من 30 يونيو ل 3 يوليو كانت هزيمة المشروع الإرهابي في الوطن العربي ككل، وكانت هزيمة المشروع الشرق الأوسط الكبير اللي كان قائم على تسليم المنطقة للجماعات الإرهابية عشان تحكم كل دول المنطقة، وتبقى الانطلاق من القاهرة باعتبار مصر الإقليم القاعدة، وباعتبار أن القاهرة هي نقطة الانطلاق، وبداية مخطط تفتيت الوطن العربي إلى 55 دويلة، وتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد والكبير اللي تكون فيه إسرائيل أو الكيان الصهيوني القوة العملاقة المسيطرة والمهيمنة على الشرق الأوسط كله. كل المشاريع دي الكونية والاستراتيجية والخطيرة تم تدميرها بالكامل في 3 يونيو. بدأت من 30 يونيو ل 3 يونيو، يعني حرب ال4 أيام لو صح التعبير. إن إحنا حافظنا على الهوية المصرية الوطنية العربية، ده نمرة واحد. حافظنا على الشخصية المصرية الوطنية تاريخيا زي ما هي متحافظ عليها عبر كل القرون. في نفس التوقيت النهاردة إحنا دمرنا حكم الجماعة الإرهابية بإرادة شعبية وليس بإرادة سلطوية. والأهم من ده كله إن احنا ضربنا المشروع الإرهابي في الوطن العربي في الشرق الأوسط كله، ومن يومها بدأ ينحصر ويتراجع. ثم ضربنا مشروع الشرق الأوسط الكبير اللي كان مستهدف به تفتيت المنطقة كلها ال 55 دوله. دي عظمة 3 يوليو. يمكن بنسترجع ذكريات كأنه النهاردة، يعني زي النهاردة شفنا ردود فعل من دول أوروبية كتير كان هدف معادية لفكرة ان احنا الثورة ال 30 يوليو لهدف مشروع الكبير الوطن اللي هو الشعب والوطن العربي الجديد، واللي كانوا مقسمينه بشكل طبعا مختلف. شفنا كمان ردود فعل من الجماعة بالتهديد للمصريين والقيادة العامة للقوات المسلحة بشكل بسيط، ويمكن هنفكرها وكانت نقطة هنولع في مصر، يعني هنولع. وفعلا كم الكنائس اللي تم حرقها والمساجد حوالي 70 كنيسة. يعني شفنا الإجرام اللي حصل في شوارع مصر وفي مع الشعب الآمن اللي فجأة بقى معرض في كل لحظة تهديد من هذه الجماعة الإرهابية لما فعله الشعب المصري في 30 يوم. هو ده أسلوبهم ودي طريقتهم، هم ما يعرفوش غير كده، ما يعرفوش غير الإرهاب والعنف والدموية والتصفيات الجسدية والاغتيالات، هو ده تاريخهم كله، وما يعرفوش لغة غير اللغة دي. والاستعمار دربهم على كده وأعدوهم وجهزهم على كده من سنة 28. فهو ليس لديهم سلاح، هم عارفين إن الشعب لافظهم، الشعب رافضهم، إن هم حكموا مصر بطريقة ما سوف يتكلم عنها التاريخ فيما بعد، يعني ووصولهم للسلطة في 2012 بمليون علامة تحفظ واستفهام، لكن وكان تحت تهديد برضو الحرق والتدمير. لكن ما حدث يعني في 2012 كان غير قابل للتطبيق في 2013. هم لجوا لهذا الأسلوب، لكن الشعب تصدى له
دي حقيقة، والقوات المسلحة تصدت لهم، وكانت النتيجة هزيمة ساحقة لهم وحتمية. وزي ما بقول لحضرتك، مش هزيمة ليهم بس، هزيمة ليهم واللي وراهم واللي بيشغلهم واللي كان بيحركهم، وهزيمة لمخططات كونية. صحيح المعركة مستمرة مع المخططات الكونية حتى هذه اللحظة، لكن مختلفة بأسلوب مختلف، بأدوات مختلفة، بأتباع مختلفين، لكن الأكيد أنها قد تم توجيه ضربة قاتلة وتاريخية ومؤثرة ليهم. أعتقد أن مش صعب أن هم يفوقوا منها مرة تانية، وسر قوتها أن الشعب هو الذي تصدى وضرب وصفى وحسم المعركة، الشعب حقيقي. وليست أي قوة أخرى. كانوا يبحثون على فرصة الحكم منذ أكثر من 80 عام، وحصلوا عليها. أساءوا صحيح. إدارة البلاد، أساءوا التعامل مع الشعب المصري، أثاروا يعني حتى فكرة أن الشعب المصري ليه هوية معينة بشكل كبير، فجأة لقى أن هم بيعترضوا على هويتهم. صحيح. لقوا أن الإخوة المسيحيين غير أمنين في الكنائس بحكم أن ولا المسلمين ولا والله المسلمين. كانوا لكن خلينا نتكلم بشكل كبير، كان في حالة قلق وفزع، ده غير انقطاع الكهرباء والغاز والبنزين وسوء إدارة كامل للبلاد، تفشي الإرهاب، الحفاظ على الإرهابيين والمخطوفين. في كم لقطة وجوده في نصر أكتوبر، ذكرى نصر أكتوبر العظيم في سيارة الزعيم الراحل أنور السادات وقاتلين أنور السادات في هذا الاحتفال. دي كلها كانت علامات رعب للشعب المصري القادم. ما هو أسوأ زي ما حضرتك قلت ان 30 يونيو دي كانت حقيقية جدا. ده طبعا، لا دي حقيقة. هي كان الهدف تحويل مصر إلى ولاية أفغانية. ويعني كان لا شوية ويلبسوا الستات الشطور ده ولا الزي طبعا الأفغاني. اللقطات هي الحمد لله اللقطات. وكان مطلوب هدم الدولة بمؤسساتها واستبدال الشرطة والجيش بحرس إخواني إرهابي، ويعني تنفيذ الأجندة اللي نفذوها في أفغانستان اللي بيحكموا بها هنا وهناك. كان المطلوب تغيير كامل للشخصية والهوية المصرية، وتغيير كامل لمعالم المجتمع المصري. وكانت خطتهم في كده انهم جايين يحكموا 500 سنة. ايوه. وكانوا شايفين ان معاهم دعم عالمي. وانا عايز اقول انتفاضة الشعب المصري لم تكن ضد الجماعة الإرهابية فقط، ولم تكن ضد مخطط إجرامي جهنمي اللي هو مخطط الشرق الأوسط الكبير، إنما كانت ضد قوى الاستعمار العالمي. لأن أوروبا وأمريكا والغرب خدوا موقف عدائي من الشعب المصري من ثورته المشروعة، ولم يعترفوا بالثورة. التدخل في الشؤون، كالعادة هم اعتادوا على كده. لكن زي ما قلت لحضرتك، الشعب المصري لقنهم درسا قاسيا، ولقن أوروبا ولقن الغرب ولقن الأمريكان، وأجبرهم على الاعتراف بالحق المشروع للشعب المصري في أنه يقوم بثورته المشروعة ويسقط حكم الجماعة الإرهابية. فده كان انتصار آخر، يعني ده ليس في الحسبان، لكن ده انتصار آخر. وإحنا تعرضنا لنوع من أنواع الحصار وعدم الاعتراف والإرهاب والتهديدات والقتل والحرق والإرهاب اللي كان يعني في سينا. الحمد لله يا رب النهارده بنحتفل. سينا وغير سينا، ده كان الإرهاب في كل المحافظات، لكن كان قعد سنين. هو بالضبط. لكن تم القضاء على كل ده بفضل وعي الشعب المصري ويقظته والدور الوطني التاريخي للقوات المسلحة، اللي هي دايما على موعد مع التاريخ، ودائما ما تنحاز للشعب في كل المواقف وفي كل الأزمات. دائما هي بتنحاز في النهاية للشعب، لا تنحاز إلا للشعب. وبالتالي ده يعني يوم تاريخي احنا النهاردة بنتكلم فيه، واحنا في 3 يوليو الآن. فعلا دخلنا في 3 يوليو، احنا موجودين في خلاص. ده احنا أول دقائق هذا اليوم التاريخي. وعظمة هذا اليوم كما قلت مرة أخرى إن لا توجد دولة في العالم أجمع اتحركت الجماهير فيها برقم 33 مليون. هذا لم يحدث في أي بلد وفي أي مرحلة بدون تاريخية. تخطيط وبالتالي نستطيع القول عليها إنها أعظم وأهم وأخطر ثورة شعبية في تاريخ مصر، وربما في تاريخ البشرية. لأن كل الثورات الشعبية السابقة في تاريخ مصر
وفي تاريخ الدول المختلفة ما وصلتش الرقم ال 33 مليون خالص نهائي. نهائي. كانت طبعا بحكم المشاهد. اعتبارات موضوعية كتير يعني. لكن خلينا ودي آخر جزئية هنتكلم فيها في 3 يوليو. 10 أعوام مضت، مكافحة في الإرهاب بالتوازي، تنمية، بناء، انطلاق من نفق مظلم إلى تنمية، استثمار، بناء دولة عظيمة. يمكن احنا بنمشي حقيقة كل المصريين، هو ده كله اتبنى امتى وازاي؟ يعني انا افتكر اماكن كانت بور، ارض بور، النهارده هي بتعجب الحياه واهم شيء ان تم بناء قوات مسلحة قوية. حي تسليح طبعا القوات طبعا القوات المسلحه، المسلحة عشان تحمي كل ده، وعشان تحمي البلد، وعشان تحمي طفره في الشعب. التسليح والتطوير ده اهم والتدريب حاجة حي. على الاطلاق، ان يكون لدينا قوات مسلحة قوية وقادرة على مواجهة كل التحديات ومواجهة كل الاخطار. وده اعظم ما تم في تقديري بعد 30 يونيو، ان نمتلك كل وسائل السلاح. انا ممن يرون ان احنا لا مشكلة على الاطلاق فان نكتفي برغيف عيش واحد في اليوم، مقابل ان احنا نبني قوات مسلحة ونسلحها حتى بأسناننا وأظافرنا. لأن إحنا فعلا محتاجين قوات مسلحة تبني أي إنجازات أو أي إنشاءات بتتم داخل الوطن. وشفنا القوات المسلحة تحركت دفاعا عن أمن مصر القومي في الانحياز للشعب. أمن مصر القومي ده مش خارجي كما يتخيل البعض، أمن مصر القومي ده خارجي وداخلي على السواء طبعا. وبالتالي فتحركها لحماية الشعب وتحركها وانحيازها لصالح الشعب هو ده أمن قومي. وبالتالي ده أهم إنجاز على الإطلاق، أن يكون لدينا قوات مسلحة في تقدير، ده رأيي الشخصي، قادرة على مواجهة أي تحديات. لأن لو حس العدو الخارجي وهو عدو تاريخي بحكم اعتبارات كثيرة ليست موضوعنا، ولو حست أي قوة طامعة أو معادية أو أي قوة باستعمارية أو غيرها بأي ضعف لديك، طبعا لن يترددوا لحظة. في عالم لا يحترم إلا القوي حقيقي. يمكن كمان مشاهد بنشوفها من سينا والعريش، النهارده بنشوف يمكن حفلات كتير في العريش. من لو كانوا قالوا من 5 سنين ان الناس هترجع تمارس حياتها بشكل طبيعي في العريش، ونشوف فيه حفلات، ونشوف فيه مصيفين على شواطئ العريش اللي ما فيش الشواطئ يمكن من اجمل الشواطئ في الارض. النهارده بنشوف الحياه رجعت لسينا. صحيح. التنميه في سينا، التنمية في سينا دي أهم حاجة، وده مصدر حياة لمصر ومستقبلها والأجيال الجاية حقيقي وركيزة أساسية من ركائز في الامن القومي المصري. أحييك. وأنا بشيد دايما من ال5 أنفاق اللي اتعملت تحت قناة السويس والتي ربطت سيناء بالوادي لأول مرة في التاريخ، وأنهت عزلة سيناء تماما، وسهلت نقل من وإلى سيناء كل شيء في الدنيا، من الأفراد للسلع للخدمات للسلاح للإمكانيات لكل شيء كل شيء. ودي نقلة كبيرة جدا في التنمية، ونقلة كبيرة جدا هتستفيد منها كل الأجيال الجاية كمان. ده مش إنجاز سنة ولا 2، ده إنجاز 200 سنة قدام. وبالتالي ده أعظم شيء تم على الإطلاق، وتخصيص مبالغ ضخمة لتنمية سيناء وبداية الاستثمار والاستفادة الحقيقية من ثروات سيناء الهائلة والتي لم تستغل بالقدر الكافي، وهي ثروات ضخمة جدا طبيعية وزراعية وصناعية وسياحية وكل شيء كل شيء. لا طبعا في شغل وفي جهد، وفي جهد التنموي بتلعبه، لان ده بيعوض حتى القطاع العام اللي اتباع اجزاء كثيره منه، وده بيدي قوه وركيزه اقتصاديه تحمي امن مصر القومي. كم المصانع اللي اتبنت كمان برضو كانت القوات المسلحه شريك اساسي فيها. اكيد وايدي عامله ويمكن شباب مدربين. ويمكن انا كان ليا حظ ان انا ادخل اصور مع الشباب كلهم خريجين جامعات مصريه حكوميه، تقديرات ممتازه. صحيح. متدربين، كل الايدي العامله جوه مدنيين ولادنا المميزين. صحيح. والمتميزين. صحيح طبعا. وانشاء المصانع ده ضروره حياه، مفيش دولة في العالم تعيش من غير مصانع من غير تصنيع. هو أساس التقدم، وهو أساس التنمية، وهو أساس الاقتصاد، وهو أساس الاستقلال، وهو أساس القدرة على مواجهة التحديات. يعني لا غنى عن المصانع. وبالتالي أنا ممن يشجعون بشدة ويؤيدون بشدة الدور التنموي للقوات المسلحة، لأن ده جزء أساسي
مش في خطة التنمية بس، جزء أساسي في تحقيق متطلبات الأمن القومي. أنا ما أقدرش أسيب بلد حجمها 120 مليون نسمة غير اللاجئين والأفارقة والعرب وغيرهم اللي عايشين، يعني قد نصل إلى 140 مليون. و معلش أنا آسف، معتمدين مهما كان الأمر مع احترامي على القطاع الخاص وشركات القطاع الخاص. يعني أنا ما بشككش في وطنية حد، ولكن في النهاية أنا ما أقدرش أسيب بلد كده بدون سلطة الدولة وبدون وجود للدولة. على فكرة ده مش متبع في مصر بس، يمكن الناس يعني بتغالط ان ده موجود في مصر بس. صحيح. ده موجود في دول كتير. صحيح. طبعا لا بديل، لان دي اصلها ملاش علاقه بالفكر السياسي ولا الايديولوجي، وانما ليها علاقه بالامن القومي. بالضبط، اساسيات اي دوله في العالم. يعني ما ينفعش، لازم يكون عندي الحد الادنى اللي معتمد عليه في سلعي وانتاجي، وبقدر المستطاع احد من الاستيراد وانتج داخليا ومحليا عشان اقدر اقف على رجلي. حقيقي ده شيء اساسي. يمكن محتاجين نتكلم كتير جدا عن 3 يوليو. من 30 يونيو ل 3 يوليو أحداث كتير حصلت لما بعد طبعا كل الأعوام اللي مرت بحلوها ومرها حتى يومنا هذا، لكن اللي نقدر نشوفه إن في تنمية، في قضاء على العشوائيات، في طفرة كبيرة في مبادرات الصحة اللي قضت على قوائم الانتظار وقضت على فيروس سي في مصر اللي كانت فيه بتحتل يمكن جزء أو مركز متقدم للأسف في الإصابة بفيروس سي. شفنا تطوير الريف المصري بكل قرى مصر، شفنا حياة كريمة، شفنا تعليم بشكل مختلف، شفنا صحة بشكل مختلف. يعني كل يوم بنشوف جديد، طرق، شبكة طرق، استثمار، مدن جديدة، عمار جديد، دولة جديدة في جمهورية جديدة. 10 أعوام من 3 يوليو حتى الآن هي دولة بنحتفل بيها بتنميتها ووجودها. عند حضرتك تعليق قبل ما ادخل؟ طبعا ان دي ضروره حياه، ما فيش دوله هتفضل يعني مستمره على ما هو عليه. لازم نواكب المتغيرات، لازم نواكب الزياده السكانيه، لازم نواكب زياده الاحتياجات، لازم نعمل عمل مستمر وبلا توقف. احنا محتاجين نشتغل 48 ساعه في ال 24 ساعه فعلا، واحنا محتاجين نشغل تلتين الشعب المصري. احنا محتاجين نعمل ليلا ونهارا لمزيد من الانجازات ومزيد من الاضافات للبلد، لان فعلا احنا بنواجه ازمه اقتصاديه عالميه ولها تداعياتها الداخليه الحاده جدا. بنواجه اخطار عديده، بنواجه اخطاء في مراحل سابقه كثيره، وبالتالي لا، انت محتاجه تشتغلي ليلا ونهارا وبلا توقف. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان اللي طبعا رجع لنا معدل السياحة، وده يعني ده بالذات أنا بتكلم عليها بشكل شخصي. معدل السياحة رجع أقوى مما كان في 2010، وده معناها ببساطة الأمن والأمان. صحيح، ببساطة ده تفسير لما. والسياحة مصدر سهل للعملة الصعبة طبعا، من أهم مصادر الدخل القومي. وطبعا قناة السويس بيشتغل فيها فوق ال10 مليون حسب معلوماتي أو أكثر. 10 مليون بشكل مباشر وغير مباشر. بالضبط. موردين وطبعا سواقين ومش عارف ايه وشيالين وكل حاجة، وبالتالي لازم الناس تشتغل وبيوتها اتضروا كتير حقيقة وتقف. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة ويديم على مصرنا الحبيبة الأمن والاستقرار والتنمية. خلينا كمان نتكلم عن دور مهم جدا لوزارة الداخلية في الخبر التالي. استمرارا لدورها المجتمعي، قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضرية الجديدة مناسبة عيد الأضحى المبارك. نتابع. عدنا لحضراتكم مشاهدينا، والحقيقة مش مفروض نتغافل عن الدور المهم اللي قامت بيه وزارة الداخلية منذ 30 يوليو حتى الآن. النهاردة كمان بنشوف، والسنوات الماضية الأخيرة بنشوف دور مختلف لوزارة الداخلية، مش بس الحفاظ على الأمن والأمان ومكافحة الخروج عن القانون، لكن كمان نشوف المبادرات الإنسانية اللي بتدخل بيها وزارة الداخلية لكل بيت ولكل فئة. ونشوفها النهاردة في قاطني المناطق الحضرية، أو يمكن خلينا نقولها لشكل الناس اللي اتنقلت من العشوائيات. هي دي الدولة الجديدة. يعني بنشوف الدولة نقلت الناس من أماكن غير آدمية لأماكن هي حياة كريمة. وزارة الداخلية موجودة معاهم، وغير اللي حضرتك شفتوه إن مساعدة أو تقديم المساعدات العينية بيكون في تدريب
لاطفالهم، وجودهم مع الضباط والضابطات، ضابطات وزاره الداخليه، التعامل والتدريب بشكل يومي وتعديل السلوك. هو طبعا اهم حاجه ان الداخليه ليها دور تنموي، ده مهم جدا، وليها دور اجتماعي، وده مهم جدا، وبيسهم في تحقيق العداله الاجتماعيه، وده مهم جدا، وتقديم الخدمات لاهالينا في الاحياء الجديده، الاحياء الحضريه، ده امر عظيم جدا، وده حق من حقوق هؤلاء المواطنين، وده دور تنموي واجتماعي وإنساني راقي جدا، وده شيء يؤكد على إنسانية المجتمع المصري وإنسانية مؤسسات الدولة زي الشرطة تحديدا وغيرها، في ظل الأوضاع الصعبة والمضطربة، وفي ظل الضغوطات، وفي ظل الأزمات وكلها. لكن رغم ذلك هناك دور اجتماعي مميز، هناك دور عدالة اجتماعية، هناك دور إنساني، هناك دور تنموي. الحقيقة جهود الداخلية واضحة جدا في المجال ده حقيقة. جدا، ولا مبادرات عظيمة بدورها الأمني فقط، لكن هي ليها دور اجتماعي ودور وطني مهم جدا، وده في النهاية على فكرة برضو بيصب فين؟ بيصب في مصلحة الأمن القومي للبلاد. أحييك. يمكن من 3 يوليو احنا اتكلمنا على دور القوات المسلحة المصرية، لكن القوات المسلحة كان ليها عبء وشغل كتير جدا على الحدود والحفاظ على الحدود والتنمية. صحيح. والحفاظ على استقرار البلاد. ما كانش لوحدها تقدر استرجاع الأمن والأمان داخل المدن المصرية والمحافظات المصرية والشوارع المصرية دون رجال وزارة الداخلية والشرطة. وشفنا الحقيقة شهداء قدموا أرواحهم في مكافحة الإرهاب علنا. جناحي الأمن في أي بلد في العالم، في أي دولة في العالم هي القوات المسلحة والشرطة. ما فيش دولة في العالم بدون شرطة، ما فيش دولة في العالم بدون أمن داخلي، ولا غنى عنه، لا يقل أهمية عن الأمن الخارجي. وبالتالي دول كانوا سر نجاح 30 يونيو و3 يوليو. وفعلا الشرطه قدمت شهداء كتير. قدمت شهداء كتير قوي. انا اعتقد قدمت مئات من الشهداء ويمكن اكتر. ده في الازمه الاخيره، وانما على مدار بقى العشرات السنين لا انسي اعداد ضخمه جدا. وانا ما اطالب وحظل اطالب بتكريم الشهداء، كل الشهداء، كل من قدم روحه فداء لهذا الوطن يجب ان يكرم بشتى الوسائل. في عدد كبير اتكرم فعلا، وشفنا اسماء على مدارس واسماء على شوارع، ده شيء كويس قوي، ولكن مزيد من التكريم، ولازم الاجيال الجديده تعرف التضحيات اللي اتقدمت، كل واحد فيهم قصه. الشهداء اللي تقدموا يتعمل عليهم اعمال فنيه. لا نفرق بين شهدائنا ابدا، سواء شهداء القوات المسلحه او شهداء الشرطه او شهداء القطاع المدني. في مدنيين والقضاء ودي وكل الحقيقه القطاع المدني ده يشمل كله، قضاء وكله وصحفيين طبعا استشهدوا. طبعا الحسيني ابو ضيف ده كان يعني علامه. عندنا 4 5 صحفيين استشهدوا. فكل الفئات الحقيقه بلا استثناء، يعني ما نقدرش نقول. وبالتالي من حق هؤلاء الناس انهم يكرموا، وهم بيكرموا الحقيقه. يعني برضو ما اقدرش اتهم الدوله بالتقصير، لا، هي بتكرم، بس ده ما يمنعش ان انا اطالب بالمزيد، وهظل اطالب بالمزيد، وده حقهم. فكره ان احنا نحكي القصه يعني عشان نذكر بس حتى لا ننسى كل شهداء الجيش والشرطة والقضاء والقطاع المدني. صحيح. والناس الأبرياء اللي كانوا في الشارع، اللي ماتوا بالتفجيرات والقنابل، اللي كانوا لا ليهم ذنب ولا كان ليهم إيد في أي حاجة. كتير جدا على فكرة، أبرياء كتير. خلينا نحكي ونفكر الناس بالظلم. لم يتم حصر اسماء الشهداء الذين سقطوا بشكل عام، ما اظنش. يمكن اكيد في حصر شهداء الشرطه وشهداء القوات المسلح بحكم ان دي هيئات نظاميه منظمه، لكن شهداء المدنيين ما اعتقدش. احنا فاكرين يمكن بس من كثره التفجيرات في ذلك الوقت، كان كل وقت كان بيظهر طبعا الشهداء والضحايا. في ناس ماتوا ما لهمش ذنب في اي حاجه، ماشيين في الشارع. كانت ايام صعبه جدا. ايام جداً. صعبه. وشفنا ناس في مديريات امن، وشفنا تفجيرات مديريات الامن والاقسام الشرطه والكنائس. مديريه امن القاهره، مديريه امن الدقهليه،
حقيقة يعني التحية لكل شفنا حصار شهداء. مدينة الإنتاج الإعلامي، فاكرة؟ طبعا. والمحكمة الدستورية سبحان، كانت أيام بجد صعبة. رهيبة. أيام بجد صعبة، كانت ربنا ما أيام يرجعها رهيبة تاني بأي شكل من الأشكال. وقاتلنا كلنا فيها، كل في موقعه. أنا من موقعي كصحفي قاتلت على قد ما أقدر في عملي في الجريدة، في عملي الإعلامي في التلفزيونات، كلنا قاتلنا بلا استثناء، وكلنا حطينا أرواحنا على إيدينا والحمد لله. والوجع طال الكل. الوجع، مفيش كلام. الوجع والألم ويمكن التفجيرات والضحايا ولذلك طالت أنا الكل. أنتهز فرصة أن أنا أحيي كل من شارك في 30 يونيو وفي 3 يوليو من الأحياء ومن الأموات على السواء، منهم من عليهم توفى رحمة الله. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طبعا كل التحية لشهداء الوطن من جيش وشرطة وقضاء ومدنيين وإعلاميين وصحفيين وأبرياء وأطفال. كل التحية إن شاء الله يا رب يكون تضحيتهم يكون ثمن لبناء وتنمية واستقرار هذا البلد، ونشوف أجيال جديدة بتنعم بالاستقرار إن شاء الله. خلينا نتكلم بقى عن الحدث الأهم، هو ماراثون الثانوية العامة. أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، وذلك وفق الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة. ورصد أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني الخاص بامتحانات الثانوية العامة 6 حالات غش إلكتروني، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول. نتابع. يمكن بنتابع دايما ماراثون الثانويه العامه والامتحانات، اختلاف وتباين الاراء. الحد اللي فات كان فيه كيمياء وجغرافيا. يعني كان الكيمياء كانت من اصعب الامتحانات اللي كانت موجوده، وده كان تقريبا ما كانش فيه تباين، كان فيه اجماع على صعوبه ماده الكيمياء. النهارده الحمد لله احنا بنحس الشعب المصري كله بيمتحن مع طبعا 720,000 ده طالب. بيبقى اهم حدث في حياه كل اسره. حدث الثانويه العامه بيبقى اهم حدث في حياه كل اسره، وبيبقى نقطه فاصله وعبور من عنق الزجاجه، والله يكون في عون العائلات والاسر المصريه. وده اهم حدث يعني دراسي وتعليمي بيتم على مدار العام. وبيبقى مهرجان للفرح وللحزن وللدراما وللكوميديا ولكل شيء. يعني احنا يمكن نكاد نكون من الدول القليلة في العالم اللي ليه؟ بنتسم بالظاهرة دي. انا الحقيقه نفسي افهم، يعني انا كنت واحده في يوم من الايام من نفس بس انا مش فاهمين ليه كل يعني التركيز مع الثانويه العامه. احنا كلنا بنحس ان احنا في عنق الزجاجه بالضبط. سنتين قبلها من اول اولى ثانوي. استعدادات وبتاع، والبيوت بتبقى في حاله طوارئ، وثلاث ارباع الميزانيه راحت الدروس الخصوصيه، وقصه كبيره جدا الحقيقه. ونتمنى في السنوات القادمه ان تخف حدتها بعض الشيء. انا شايفه ان ده وعي يا استاذ حسن، وعي من اولياء الامور. طبعا فيها عوامل كتير طبعا، اكترهم وعي والله. طبعا. يعني لو اولياء الامور يتعاملوا مع السنه دي ان هي سنه عاديه، ويمكن اوقات تركيزهم مع الولاد بيجيب بالنتيجه عكسيه. طبعا هي عايزه طبعا معالجه علميه بكل ما تحمله كلمه من معنى. ايوه بالضبط. فربنا معاهم يعني والله. هم لسه مستمرين طبعا ل 16 يوليو، واعذرونا احنا عدينا عن المواقف دي، كنا حاسين ان ده نهايه العالم، لكن هي مش نهايه العالم، وكل حاجه هتتغير في حياتك بعد ما تعدي هذه المرحله، حتى في مرحله الجامعه. طبعا ده حاجه، والدراسه حاجه، والشغل حاجه تانية. المهم والحياه العمليه حاجه تانية خالص. انك تكون ناجح ومتميز وتختار اللي بتحبه وعايز تتميز فيه، ده اهم عندك من انت جبت مجموع. وهو فاكر ده اخر اختبار في حياته؟ لا، ده هيفضل يخش اختبارات كده ومطبات طول عمره. عشان كده بس احنا واخدين الموضوع. نتمنى طبعا كل التوفيق لابنائنا اللي بيتعدوا اكتر من 720,000 طالب في الثانويه العامه، وان شاء الله نتمنى الراحه النفسيه لاولياء الامور، ويكون لها ان شاء الله كام يوم ويرتاحوا
ونسمع وحياة قلبي وأفراحه برضو ان اللي شاء كانت الله طبعا ظاهرة حبيبي. لكل الطلبة إن شاء الله. ننتقل لبهجة أخرى وهي بهجة الحج. كل سنة وانت وحضرتك طيب. طيب. بهدف العمل على توفير خدمة علاجية جديدة للحجاج المصريين، أكد الدكتور محمد حساني رئيس البعثة الطبية المصرية خلال اجتماعه مع أعضاء البعثة على ضرورة العمل بعيادات البعثة بكامل طاقتها على مدار الساعة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم. وأشار أن عدد من تردد على العيادات وصل إلى 19 ألف حاج، فيما بلغ عدد المرضى بالمستشفيات السعودية 52 حالة، منهم 24 حالة بالرعاية المركزة وحالتهم مستقرة وتلقون العلاج اللازم. نتابع. يمكن نجاح موسم الحج بيكون الحقيقة راجع لعوامل كتير جدا، ولكن خلينا نشكر كمان المملكة العربية السعودية لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام وضيوف الرحمن المصريين بشكل كبير. لكن نتكلم بقى عن تنسيقات وتحضيرات، لكن اللي بيكون هو الدور الأبرز على الإطلاق هي البعثة الطبية المصرية. طبعا اهم حاجه. يعني احنا بنشوف المجهود اللي بيكون مبذول، وخاصة ان فريضة الحج هي فريضة شاقة، من جدا. استطاع اليه سبيلا. الصحة بتحتاج حقيقي قدرات صحيح. كبيرة. النهارده ما بيكونوا موجودين بالشكل اللي حضرتك شفته، واحساس ان طبعا حجاج بيت الله الحرام، ويمكن كلامهم عن دور البعثة الطبية. الحقيقه احنا بنحيي البعثه الطبيه ووجود الاطباء المصريين اللي هم بيتمتعوا بكفاءه عاليه جدا، وتعودوا انهم يشتغلوا في ظروف صعبه وظروف قاسيه وباقل الامكانات، ولكن بيلعبوا دور كبير جدا. والحقيقه اللي انا ملاحظه ان نسبه الاصابات والمرضى بالحجاج المصريين قلت محدوده جدا بالاعوام الماضية الماضيه. طبعا. فده مش من فراغ، ده نتيجه جهد كبير ونتيجه عنايه طبيه ونتيجه اهتمام من هنا قبل ما يسافروا. الحقيقه في جهد وفي ملحمه طبيه وملحمه بشكل عام بتتم في موضوع الحج. والسنه دي يمكن يكون اقل حج من حيث الخسائر على الاطلاق. والحقيقه الناس يعني احنا حتى الارقام اللي هم في العنايه 24 بالرعايه المركزه، لكن حالتهم مستقره الحمد لله. مستقره، ويعني كم يوم ويرجعوا بلدهم ما فيش إن شاء مشكله الله. الحمد لله. طبعا نتمنى لهم العودة بألف سلامة. وخلينا ننتقل لخبرنا الأخير، وخبر هام للغاية. أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب بورسعيد، لتكون الثانية من نوعها في موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد رئيس الهيئة وليد جمال الدين أن عملية التموين استغرقت ساعة واحدة فقط، وأنها تمت وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها، حيث تم اتباع كافة إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية. وأضاف جمال الدين أن تقديم خدمة تموين السفن بميناء غرب بورسعيد يرفع تصنيف الميناء عالميا، بما يسهم في جذب الكثير من الخطوط الملاحية. خبر جميل جدا. السطر الأخير: ويجذب الكثير من الخطوط الملاحية. معايير بشكل كبير، خدمة جديدة في ميناء غرب بورسعيد. صحيح. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قناة السويس أهم مرفق مائي عالمي في العالم كله، وهو في حالة تألق الآن وتوهج غير مسبوق، ويمكن بيعيش حالة ازدهار الحمد لله. ووصلنا إلى رقم قياسي السنة دي في الإيراد 9 مليار دولار و4 ومؤهل لمضاعفة هذا الرقم. احنا شايفين طبعا اللقطات على الشاشة. وهذا الخبر يعني ان احنا وصلنا لقدرة عالية جدا من الناحية الفنية، زينا زي أعتى وأكبر المواني في العالم، ومن حيث التموين ومن حيث إجراءات التأمين ومن حيث السرعة ومن حيث التوقيت. لا، قناة السويس تتعملق أكتر ما هي عملاقة أصلا، وبتاخد وضع عالمي هائل. وده خبر يطمنا ان احنا بنضيف كل يوم للبنية التحتية لمصر، سواء البنية نفسها من حيث المنشآت او التوسعات والمواني، او البنية الاقتصادية او البنية الاستراتيجية لو صح التعبير، باعتبار برضو في النهاية نرجع ونقول المواني كلها امن قومي، وما يحدث فيها من انجازات او ايجابيات ده امن قومي. حماية المواني دي مش امر سهل طبعا.
طبعا. فده خبر كويس قوي جاي مع العيد، ويطمنا ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح فيما يخص مرفق قناة السويس. نرجع للسطر الأخير: جذب الكثير من الخطوط الملاحية في ظل التوتر العالمي صحيح. وفي كل المشاكل اللي حوالينا. يمكن الأزمات الدولية صحيح. جعلت دي انتعاشة كبيرة لقناة السويس، أهم ممر ملاحي في العالم. صحيح، أكيد. مفيش كلام في كده. ويعني الحقيقة هي إضافة للاقتصاد العالمي حقيقي. كمان، قبل ما يكون إضافة لمصر هو إضافة للاقتصاد العالمي. دي الرؤية وده التنمية ودي البناء اللي يعني نقول إيه، ثمارها كانت من 3 يوليو حتى الآن. حبيت أختم بالخبر ده عشان خبر نعرف جميل. إحنا رايحين فين. مصر الحمد لله من يوم أحسن لأحسن. كل سنة وحضرتك طيب. أنت طيبة يا فندم، كل سنة ومشاهدين وحضرتك طيبين. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبلدنا الغالية مصر من أحسن لأحسن، من أفضل لأفضل. وأشوفكم على ألف خير، وأتمنى إن شاء الله يجدد معاكم اللقاء في نفس الموعد الأسبوع القادم. وإلى اللقاء.